صباح الخير مزيوناتي، مرحبا بكم في قناه بنيته وماماها. اول حاجه جمعه مباركه، بما انها الجمعه فاليوم حبيت نقدم لكم الكسكس، غير هو مختلف. غادي نقدم لكم كسكس بالحليب والخضر الموسميه اي ديال فصل الربيع، واخا معطله شويه ولكن كلشي راه دابا ولا عنده مخزن في الكونجيلاتور. غادي نبداو. هنايا عندي انا الدجاج، طبعا اللي بغات تستعمل اللحم على حسب كل شخص اللي بغى. هنايا عندي غنعمل الزيت. هنا بالنسبه للتوابل عندي خرقوم ملون، الملاح، عندي الابزار، عندي سكنجبير وهذا مكعب. عندي هنايا القرعه الخضراء اي القرع، عندي بصل، عندي طماطم مطيشه، عندي اللفت، وهنايا الفول، وهنايا الجلبانه. دابا غادي نبداو الطريقه. شوفوا هنايا انا ضفت الدجاج وعملت التوابل وقطعت البصل والطماطم وزدت عليهم الزيت. غادي نمشي نعملهم يتشحروا شويه وغادي نزيد عليهم اللفت. كسكسو هنايا انا كنستعمل كسكسو رقيق ديال هذه ديال الاتقان هو اللي كنستعمل، وكنخلط معاه كسكسو ديال البلبوله ديال الشعير هذا ديال الشري. كتشوفوا من بعد ما رشيناه من الماء غنعملوه في الكسكاس باش يتبخر. كتشوفوا من بعد ما نشفنا شويه من الماء عملنا في الكسكاس غنمشيو نبخروا اول تبخيره دابا عندكم. ها هو من بعد ما تبخر اول تبخيره ديالو اول تفويره، دابا غنعملوه في القصريه القصعه وتشوفوا معايا. تشوفوا انا زدت ملحه وزدت الزيت وغنزيد شويه الماء باش نخلطو باش نعاود التفويره الثانيه. طبعا كلكم كتعرفوا هذه الطريقه هذه. نضيفوا الفول باش نعملوا التفويره الثانيه. كما كتعرفوا ان الفول كيشبر الوقت على الجلبان. من بعد ما سالت التفويره الثانيه دابا غنوليو نخلطوه بالماء باش نعملوا التفويره الثالثه. الثانيه باش نعملوا الثالثه قبل منا نعملوا في البرمه الجلبان نضيفوها دابا. غنضيف القرعه الخضراء قرع، ونسيت قبيلتي ما قلت لكم شي على ربطه ديال المعدنوس، قبيله ما قلت لكم شي غادي نضيفها. وطبعا المكعب ديال الكنور اللي ما درناهش قبيلتي ها هو دابا غادي نعملو. انا الحليب غنغليوه الكميه ما بين نص لتر حتى لتر على حسب كل شخص. غنغليوه عاد نضيفوه على المرق اللي عندنا. من الاحسن يكون مغلي باش ما يقطعناش ديك المرق. هو الحليب من بعد ما غليناه دابا غنضيفوه بشويه بشويه هنايا المرق ديال الكسكسو اللي عملنا. ها هو الشكل النهائي ديال الكسكس ديالنا اللي بالحليب وبالخضر الموسميه ديال فصل الربيع. طبعا انا عملت هاد الخضر هادو، طبعا ممكن نتوما تغيروا في الخضر على حسب كل شخص، وصدقوني هو اصلا كيجي لذيذ بزاف. جربوه وردوا عليا. وهنايا كما كتشوفوا فاللبن المعروف اللي دائما كيكون كيرافق الكسكس ها هو. وهنايا كما كتشوفوا هنايا المرق اللي ضفنا عليه الحليب المغلات هو خليناه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يزيدوه. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا. صراحه هو كيجي لذيذ بزاف وعاد صحي. شكرا لكم وكنقدموا لكم بالصحه والراحه. كنتمنى تعملوا لي جيم للفيديو، واللي مازال اول مره كتشوف القناه ديالي تابونا وتكتب لي الراي ديالها كنتسناه. شكرا لكم بزاف، باي باي.